السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا يا حبايبي النهاردة عملنا شوية طعمية بقى ما اقولكوش على ريحتها وجمالها. شفتوا جميلة ازاي؟ اهي تتاكل اكل. انا كسرت ديا علشان اوريها لكم اهي. شوفوا، يلا بينا نوريكم احنا عملناها ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا النهاردة هنعمل ايه؟ هنعمل طعمية. شوفوا اهو الفول اهو غسلته ونقيته تمام خالص اهو. نقعته شوية اهو. طبعا انا نقعته في المية كام ساعة كده ولحد ما طري خالص اهو. شوفوا طري خالص اهو. طبعا يا حبايبي هي الطعمية سهلة خالص. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا الفول اهو، وهنحط بصل. ننزل بالبصل ماشي يا حبيبي، وهننزل بالثوم. الثوم اهو انا عندي مفرزاه في الفريزر اهو. وطبعا ايه هنحط ايه؟ كرات. طبعا انتوا عارفين الكرات يا حبايبي، الكرات المصري اللي بيقولوا عليه كرات مصري اهو. طبعا يا حبايبي احنا طبعا غسلاه ومنضفاه وهخرطه اهو. طبعا ما اقولكوش بقى الكرات ده جميل جدا في الطعميه، بدها نفس حلو. يا حبايبي طبعا الفول انا عامله فول كتير، انا عامله كيلو طبعا. اعمل اللي انا عايزاه والباقي ايه احطه في الكياس واحطه في الفريزر اهو. ماشي يا حبايبي. وهنا معانا قرن شطه اهو، قرن شطه اهو هنحطه معاه. مفيش غير كده يا حبايبي الطعميه، مفيش اسهل من كده بقى. الفول الطعمية ماهيش مشكلة يا حبايبي. الطعمية سهلة خالص اهي. شوفوا بصل وتوم وخضرة عايزة تحطي بقدونس او كزبرة خضرة حطي، بس انا بفضل الكرات ده يا جماعة، بيبقى جميل في الطعمية وبيدي نفس حلو. والقرن الشطة ده طبعا اختياري، عايزة تحطي حطي، مش عايزة تحطي انت حر براحتك. طبعا معانا هنا روح الطعمية هي ايه؟ الكزبرة دي ما اقولكوش بقى عليها في الطعمية. وحبة ملح بكمون، وحبة ملح ايه تاني ابيض. هو ده كل اللي هنحطه للطعمية، مفيش اكتر من كده. طبعا الحاجات البهارات دي مش هحطها الا بعد ما ايه افرم الطعمية دي، هفرم الفول بالخضرة بكله على بعضه هفرمه. عايزة تفرميه طبعا في الخلاط افرميه، عايزة تفرميه في المكنة. فاكرين المكنة اللي هي اللي بندورها بايدينا دي؟ مكنة البسكوت وفيها وش للطعمية كده مخرم برضو كده. هنعمل على المكنة دي، انا هعمل على المفرمة دي. هخلصها افرمها كده واخلصها وارجع لكم ننزل بالبهارات مع بعض واوريها لكم. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا يا حبايبي الطعمية هي، شوفوا عملتها فرمتها في المفرمة اللي هي بتاعة البسكوت، اللي بنعمل بيها بسكوت. طبعا انا كنت حاطه ربطة كبيرة كرات، لقيتها لسه بيضة شوية،
حطيت لها عود كرفس، عندي كرفس اهو، الكرفس ده مفيد جدا وجميل جدا، ورحت حاطه عود كمان عليه. ماشي يا حبايبي، هننزل بقى بالبهارات، كزبره وكمون وملح، بس اكتر من كده ما نحطش. ماشي يا حبايبي، اخلطهم بقى مع بعض كده. يا حبايبي قلبتها في بعضها، هي خلطتها مع بعضيها علشان الملح والكزبره والحاجات دي. ماشي يا حبايبي، اهي جميله جدا، وريحتها بقى ما اقولكوش على ريحتها. طبعا يا حبايبي الخضار بتاعها كده معقول، انا ما بحبهاش خضرة عن كده، لو خضرة عن كده بتبقى غامقه كده وفي القلي، انما هي شوفوا اهي. طبعا لسه هنجهزها للقليه، وهوريكم احنا هنعمل فيها ايه برضه. طبعا يا حبايبي إيه، انا هعمل حته، فهعمل فيها ايه بقى، هقلي طبق كده علشان ايه نشوفه مع بعض كده اهو. دي هعينها في الفريزر زي ما هي، هحطها في اكياس وهعينها. اما دي الحته دي اللي انا هعملها، طبعا هحط عليها ايه بقى. طبعا في ناس بيحطوا بيض، كل واحد حر. آه، ندعة بيكنج باودر اهو، بيكنج باودر ندعة صغيرة اهي، يعني حوالي ربع معلقة. ماشي يا حبايبي، هقلبها بقى كده مع بعضيها، حبة مية تضربي فيها جامد كده يا حبيبتي حبايبي. حط لي مية، طبعا مية بسيطة مش كتير عشان ما تبوظهاش اهي. تضربي فيها كده اهو، ولا لو عندك كبة اضربيها فيه. ماشي، لازم بس يا حبايبي اهي. نروح بقى نولع البوتاجاز ونحط الزيت ونقليها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ويا حبايبي اهي، شوفوا قبة ازاي، شوفوا قبة جميلة ازاي في الزيت. طبعا يا حبايبي ما تكتروش بيكنج باودر عشان ما يسمرهاش، وعلشان كمان ما تشربش زيت، وانتوا شايفين الزيت غالي، ربنا يسترها. ايه يا حبايبي، لازم تقلبيها كده، ما تقفيش جنبها وتسيبيها عشان ايه ما تتحرقش منك. طبعا انا
كنت عايزة اعملها بسمسم بس لقيت السمسم اللي عندي خلص ونسيت اجيب، معلش. هي كده حلوة برضو، ما فيش فيها حاجة وجميل. الغسالة شغالة، مش عارفة صوتها جاي في التليفون ولا ايه. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. يا حبايبي يا حبايبي، شوفوا جميلة ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا يا حبايبي الطعمية هي زي ما قلنا لكم، عملناها مع بعض هي وما فيش فيها أي مشكلة خالص وسهلة جدا. وعلى فكرة الطعمية في المطاعم غليت، غلوها، كل حاجة غليت اهي. الطعمية غليت وكل حاجة غليت، فقلت اجيب كيلو فول واعمله واحطه في التلاجة واعمل منه كل ما عاوز اعمل، ولا فيها اي حاجة. وريحتها بقى يا حبايبي جميلة، ريحتها جميلة، جايبة اللي في اخر الشارع. الطعمية هي حبايبي، شوفوا جميلة ازاي، ما اقولكوش على جمالها وطعمها وريحتها بقى جميلة. وتعمليها سهلة وما فيش فيها اي حاجة ولا بتاخد اي وقت، سريعة. وطبعا العجينة انا عملتها هي، لفتها هي في اكياس، وهنحطها طبعا ايه في الفريزر. تعوزي الكيس تطلعي وتعملي، ولا تروحي مطعم ولا تشتري من بره، وتبقى حاجتك عندك في بيتك وعارفة انت عاملاها ازاي بايدك. وبكده يا حبايبي يبقى الفيديو خلص كده، ونقول لكم اتفضلوا معانا طعمية. طبعا تقلي على قد ما انت عايزة، علشان ايه ما بتبرد ما بتبقاش حلوة، هي سخنة بتبقى جميلة. ماشي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شير ولايك كده وسبسكرايب يا حبايبي، وما تنسونيش تشجعوني كده وتقولوا لي رأيكم في الطعمية. السلام عليكم ورحمة الله.